اكسبلور. يا هلا وسهلا فيك سيف. حياك الله اخوي. سيف نورتنا وشرفتنا، وكل عام وانت بخير، الله وكل عام يسلمك. والامارات بخير وحكامنا بالف خير يا ربي. اللهم امين. في البدايه ننتهز الفرصه هذه ونزف التهاني والتبريكات الى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله ورعاه، والى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والى الشعب الاماراتي والمقيمين على هذه الدوله الطيبه. في البدايه سيف، افصف لي شو شعورك بهاليوم بعد ما شفنا هالتطور والانجازات اللي حققتها الدوله والقياده الرشيده. من حقنا ان نفرح ونتفاخر ونفتخر. امس صار لي موقف. انا كان عندنا احتفالات يوم الوطني عندنا في الدوام، كنت اصور في السناب. شوف دائما اذا انت بتمدح بلادك لو كانت صحراء قاحله بتمدحها. صحيح. شوف العالم كيف ينظر لك. امس وانا اصور دخل علي شخص عربي من متابعيني خارج الدوله، يقول لي سيف انا استغرب 52 سنه عمر اتحاد الامارات. اقول له هي نعم. يقول لي يا اخي في شيء انا مو مستوعب لنا. اقول له شو؟ يقول لي 52 سنه اقوى جواز في العالم، 52 سنه اكبر واقوى شركات الطيران في العالم، 52 سنه وصلنا الفضاء، 52 سنه امن وامان ورخاء واستقرار وطموح يعني ما له حدود. يقول لي في 52 سنه، يقول في دول مئات السنين ما وصلوا لنص الانجازات اللي انتم وصلوا. كلامه خلاني افرح اكثر وافتخر بس فعلا. الفخر صدق الاشياء اللي تقدمها للناس من خلال السوشيال ميديا. السوشيال ميديا صفحه نسولف وقصص وعبر ومواقف نتعلم منها، فيها موعظه وعبره. يعني ما اجيب سالفه من دون ما يكون فيها فائده. بالعكس، اقول الموضوع نستفيد من التعليقات والمواقف كلها حقيقيه من خلال المتابعين نجيبها، وحتى انا مرات تصير لي مواقف اقولها عفويا والناس تتقبلها وتتفاعل معها الحمد لله. زين سيف، انت كل سنه تصور، يعني دوم تصور يومياتك وتصور اشيائك الجميله. هي. هل تجيك استفسارات عن اليوم عيد الاتحاد؟ يسالونك شو بتسوي الامارات في عيد الاتحاد الجاي مثلا؟ اكيد. شوف يوم تكون في السوشيال ميديا وعندك حساب يسالون شو ترتيبك، شو تنظيمك، شو هاي الامور. انا دائما اقول لاي حد عنده حساب في السوشيال ميديا في الامارات، انت حسابك اماراتي. أوكي. لازم تتفاعل. صح. نحن الحين في الايام الجميله هذه الوطنيه تفاعل، سير. اللهم بارك في كل مكان في الدوله احتفالات، في الجهات الحكوميه، في القطاع الخاص، على الكورنيش، في المدارس، في كل مكان. سير تفاعل، صور، خلى الناس تشوف، انقل الحدث بطريقه جميله وحلوه، خلى الفرح هذا كل مره يعني ينتشر. زين سيف، غششني شوي. انت شو تسوي في يومك؟ في يومك يعني هاليوم يوم عيد الاتحاد الاماراتي، وين تصير؟ وين تي؟ شوف شو الفعاليات اللي تسويها؟ احنا في العيله بشكل عام، نحن يعني في المجتمع الاماراتي حريصين ان نحتفل في اليوم الوطني قدام عيالنا. حلو. غير الفعاليات الرسميه في الدوائر الحكوميه والمدارس والدوامات، نسوي عندنا في البيت. اكيد. نصير مثلا نخيم مكان، نرسخ هذا الشيء في عيالنا، مسابقات واعلام واناشيد، كل ما يخص الدوله، اسئله واجوبه عن تاريخ الامارات، نرسخ ونغرس هذا الشيء غرس في عيالنا. الحمد لله. برا البلاد، مسافر ويا الشباب ويا الاهل، كيف تنقل للناس صوره مشرفه للمواطن الاماراتي؟ شوف نحن كلنا سفراء لدوله الامارات. سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد الله يطول في عمره في كل منبر يقول زين كلمه عيال زايد لازم تنقال في المكان الصح والوقت الصح والموقف الصح. انا اطلع اسافر، انا مثل دولتي، اتحلى باخلاق عيال الشيخ زايد، احترم قوانين الدوله اللي انا ساير لها، يعني لا اتعرض لاحد ولا احد يتعرض لي. الحمد لله اهم شيء سمعه دوله الامارات. بمجرد ما توصل الدوله هذه يشوف الجواز الاماراتي يبتسم لك، هاي روح نعمه من رب العالمين. نعم نعم. اي نعم. جميل جميل. زين سيف، مثلا الحين بسالك سؤال، انت الحين ناشط اجتماعي ما شاء الله عليك، متفوق. زين سيف، كيف تفرق بين حياتك الشخصيه وحياتك على السوشيال ميديا؟ شوف الحين السوشيال ميديا صعبه جدا انك انت تفرق بين الشخصيه والاشياء، لكن انا ما افضل حياتي الشخصيه العائليه تفاصيلها احطيها في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا صفحه، خلى اي حد يدخل صفحتك ويدعي لك بالخير، تحط معلومه فيها فائده، تحط فيديو ايجابي، تتكلم كلام طيب. السوشيال ميديا هذا منبر تقدر تقول فيه رايك بكل احترام. اما تحط تفاصيل البيت وتصور يعني وايد تفاصيلك، انا ما احب